بنفسجيات وابنهم زي ما انتم شايفين كده بنادق اهم. ده ابنات اهم راقدين على ايه؟ راقدين على بيضه اهي. يا رب بس يكونوا باينين. قص قطعت اهم يا رجاله، يا رب يكونوا زغالين. دول تحتهم زغالين، نقرب بس كده على الزغالين اهي. شخاش لهم يا رجاله، راقدين على حصاهم برضه اهو. راقدين برضه على ايه؟ اهم راقدين على حصاهم اهو. عشان الواحد بس ايده مش عارف يعملها يا جدعان اهو. اهو اهو لسه فاكك اهو الزغلول زي ما انتم شايفين. بقول لك مش كلام، تابعني وانت هتكسب. مش بعد كل ده ما تتابعنيش، لا تابعني، اديني لايك، اديني تعليق، شجعني. عندك مشكله خش قولها لي. اديك شايف بعينيك اكتر من 100 قص عدهم. ها كلهم تحتهم من بين زغاليل لبين حصى. احلى مسا عليكم يا رجاله، واحلى مسا على كل راجل بيكتب لنا كلمه حلوه. طبعا الفيديو النهارده من الغايه بتاعتنا، الغايه المتواضعه، عشان الناس اللي بتخش تقول لي يا عم احنا هنجيب فلوس لغايتك منين، احنا اقل خلق الله يا جدعان، ومفيش حد بيطلع السلمه مره واحده. وطبعا انا جايب لكم المايك النهارده بسبب الناس اللي بتطلع تتكلم وتقول لي ان الصوت بتاع الهوا شديد. هو ممكن يكون صوت المايك واطي شويه، بس ان شاء الله هيبقى بدون هوا يعني باذن الله. طيب اول حاجه يا رجاله، النهارده انا طالع اتكلم عن الحمام وعن الحصى بتاع الحمام. يعني انت ازاي هتقدر تخلي الحمام اللي عندك كله باذن الله، لو عندك 100 قص 200 قص 500 قص يبيضوا. انا دوري ان انا اعلمك ازاي يخلي الحمام عندك يبيض ويشتغل. انت دورك ان انت تحافظ على البيض وتحافظ على الزغاليل، وازاي تقدر ان انت تعمل انتاج وتعمل مزرعة من الحمام اللي عندك. طيب انا طبعا طلعت اتكلمت على شوية خلطات موجودة على القناة. ناس دخلت اتريقت، ناس قالت احنا مش هنعمل محشي عشان نجيب جرجير وكزبرة وبقدونس والكلام دوت، وناس دخلت شتمت، وناس دخلت وناس دخلت، وناس برضو في موضوع في محتوى النش وفي التماسي ناس دخلت وشتمت وقالت انت مش فاهم. وانا يا جدعان حابب اوجه نصيحة لكل الناس، اذا كنت بقى انت يوتيوبر او اذا كنت متابعني عادي، فانا حابب اقول لك ان رايك ما يشغلنيش. ليه؟ لان انا بيني وبين نفسي انا بقيم نفسي وبحسب بينها وبين نفسي. يعني انا راجل في النش لما يتضرب لي فرد وامسك مثلا 90 فرد حمام في موسم في تماسي، انا كده بطل. وحتى لو ما مسكتش ال 90، لو مسكت 10 واتضرب لي فرد حمام ببقى انا كويس. حتى لو انا ما مسكتش خالص اتضرب لي فرد حمام، فدي برضو حاجه كويسه. احنا ما بنقلش من الناس اللي حوالينا ولا من الناس اللي احنا بناخد معاهم، الناس كلها على دماغنا. والحمام ده بقى اعتبروه سطيت، اعتبروه تشار، المهم ان احنا مسكناه، والمهم ان محدش عرف يمسك لنا فرد حمام. اقسم بالله واحنا طلعنا اتكلمنا وقلنا اللي مسك لنا فرد حمام يقول لنا عليه. طيب بالنسبه بقى لموضوع الخلطات اللي الناس طلعت اتريقت عليه، انا دلوقتي هفرجك على اكتر من 100 قص من بين اللي تحتيه زغاليل، من بين اللي تحتيه زغاليل ليه اللي لسه فاكك، للي لسه بيض بيضه وعليه التانيه، وفي قصوص خلاص يعني يوم او اتنين الحصى عليها برشد. يعني انا لما اطلع افرجك على 100 قص او 120 قص وكلهم تحتهم زغاليلهم، اذا كانوا بقى بلدي، اذا كانوا جريزلات، اذا كانوا وزارات، اذا كانوا صوافه، المهم ان الحمامه بتبيض من المنتج اللي احنا عملناه او من الخلطه اللي احنا عملناها. طيب انا دلوقتي هقول لك على كام نصيحه قبل ما اطلع افرجك على الحمام وهو راقد على حصاه، لان خير الكلام ما قل ودل. انا طالع اصلا الفيديو ده مش طالع اتكلم، انا طالع افرجك. انا هخلي الكاميرا هي اللي تتكلم مش انا اللي هتكلم. انا هخلي الكاميرا هي اللي تتكلم مش انا اللي هتكلم. اول حاجه يا باشا، اول حاجه لازم أن تهتم بيها انه اصلا يكون الحمامه دي ذكر وانتايه، ويكونوا حمامتين كبار. يعني ركز معايا، ما يكونش زغاليل او شبابات عليها ريش. في نتشي عليها ريش بتبيض، انا هوريك نتاع عليها 7 دلوقتي بيضه، هوريك نتاع عليها 4 بيضه. لكن المهم اللي اهم من كل ده ان هي تكون نتايه. لكن انا مش هينفع ان انا هجيب ذكر واحطه مع ذكر وعايزهم يبيضوا، او جايب شابين ذكرين هيبيضوا، او جايب نتايتين هيبيضوا بقى بيض شبع. شفت الكلمه اللي طلعت من لساني؟ بيض شبع. يعني لازما في اول حاجه الشبع، لازما تكون الحمامه شبعانه عشان تكون عنقود البيض. انا ما ينفعش النهارده الذره غاليه والكلفه غاليه واطلع يا باشا احط للحمام عينات ذره واقول الحمام عندي ما بيزقش، الحمام عندي نحفان ضعيف، الحمام عندي ما بيبيضش. كل ده هري، كل ده هري. يبقى انت كده اصلا الحمام انت بتنشفه، هيبيض ازاي؟ لازما تكون الحمامه صحتها حلوه علشان تبيض. تاني حاجه او تالت حاجه او رابع حاجه، احنا مش هنرتب بقى.
ما تكونش حمامه عجوزه، ما تكونش مثلا فاهمني، ما تجيش مثلا يعني سوري في اللفظ تطلب من ستك ان هي تجيب عيل. انت فاهمني، ما ينفعش ان انت تطلب من ستك او من جدك ان هو يجيب عيل الا بقى لو طبعا ربنا قادر على كل شيء. فالحمامه الكبيره في السن منتجها بيبقى مستحيل وساعات بيبقى ضعيف، هو مفيش مستحيل بس بيبقى ضعيف. يبقى لازم أن الحمامه تكون شابه، تكون شابه بنت السنه، يعني حمامه عندها سنه سنتين ثلاثه اربعه، تكون حمامه محافظه على نفسها بحيث ان الانتاج بتاعها يبقى كويس. حتى الحمامه الكبيره لو ربنا كرمها وباضت مش هتزق، وزقها هيبقى ضعيف. فانت هات الحمامه سنها مناسب وسنها كويس ويكون حجمها كويس ايا كان النوع. لازما حتى لو وزار لازما يكون جسمه مليان. ما تجيبليش فاهمني فرد حمام معصفر كده او زار طويل سيرح قد كده، معلش يعني مش قادر افرد دراعي عشان يعني تعبان شويه. ها ما يكونش فرد حمام طوله قد كده وجسمه قد كده، هو ريش هو ريش هو ريش هيبيض؟ لا، مهم الجثمان. فرد حمام طول ما هو جثمانه حلو هيبيض. واهم حاجه ان انت ما تكونش برضه في نفس الوقت هالك الحمامتين بتوعك فرخ وزق وي 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 وي. وانا هوريك الوزار بيزق، وهوريك الحضيم بيزق، وهوريك كل اللي انت نفسك فيه. انا هخلي الكاميرا تلف لك على باب باب على باب باب، هتشوف الحمام وهقول لك الحمام ده باضي ازاي واشتغل ازاي وانتج معايا ازاي. انتج معايا لما انا هشبعه، وطالما شبعته ذره كويسه، فول، ذره صفرا، بسله، ذره عويجه، الكلام ده كله. طيب ايه هو اللي انا المفروض اعمله؟ المفروض بقى ان انت تعمله هتديله قمح، هتديله قمح. القمح بيعمل سوري في اللفظ اسهال، الاسهال ده هيخلي الحمام يبيض. لو الحمامه ما بتبيضش وقافله ومبرشمه هتبيض. الرز بتاع الاكل الني مش مستوي، المستوي ده ممكن تقدمه للحمام وهو تحتيه زغاليل. يعني انت ممكن تقدم للحمام الرز المستوي وهو تحتيه زغاليل، انما الرز الني تقدمه للحمام في الكل فيعمل لهم برضو اسهال. هتبص تلاقي الحمام سوري في اللفظ بيشخ بيض، بيشخ بيض. لحق انت بس على انتاجه ولحق انت على بيضه، وهات له حاضين، وهات 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 كلفه واكلف واكل حلو. يبقى انا لازم اكلف واعمل للحمامتين الاسهال، لا اما بالقمح لا اما بالرز. طيب بالنسبه لاكل الحمام، اللبه اللي انا لو عندي قص لسه فاكك هاكله ذره خشنه؟ لا، انا هصعبها على القص ليه؟ ركز معايا يا صاحبي، انا مش هصعبها على القص. الذره تكون فيها عيش، اجي للمكلف كده اهوت اقوم حاطط له شويه عيش مطحونين مع شويه ذره صيفي مع مثلا علف، اي حاجه مطحونه. لو هديله ذره مطحونه هديله ليه؟ ليه؟ علشان خاطر هو ياكل يلبن على طول، ما يقعدش فرد الحمام مستني 3 4 ساعات يطحن وبعدين يزهق وياكل الزغلول ذره سليمه زي ما هي، وبالتالي الزغلول يموت منك وكده الانتاج عندك يعني راح في داهيه، راح في داهيه. يبقى انا ببتدي اكل في كل قص بباب بالكلفه المعينه. انا عندي قص لسه بايض اديله ذره خشنه، اديله فول، اديله قرطم، اديله بسله، اديله فول. ليه؟ لسه زي مثلا الست اللي لسه والده عايز تديها. اما بقى اول ما بيبتدي فرد الحمام ان هو خلاص تحتيه مثلا زغاليل ريشت، ابتدي ان انا اكلفه بقى كلفه حلوه وكويسه وساعه الفطم وريتكم. طيب احنا عشان ما نطولش على بعضينا يا رجاله انا هاخدكم في لفه سريعه. طبعا انتوا عارفين ان انا صفيت الغيه، طبعا انتوا عارفين ان انا صفيت الغيه، ففي بيبان كتير قوي من الغيه فاضيه. طيب في معلومه برضو انا حابب اوصلها لك قبل ما ناخد لفه في الغيه. الحمام السايب افضل واحسن من الحمام المقفول في كل حاجه، في الانتاج وفي الزق وفي كل حاجه. نقوم ناخد لفه في الغيه يا رجاله ونتكلم برضو ونشرح شويه معلومات مع بعضينا. طيب دلوقتي يا رجاله دول قص بنفسجيات وابنهم زي ما انتم شايفين كده، عشان بس الفيديو ما يطولش. ده ابنهم شربنادقهم، ده ابنهم. حمام الوزاره هو اللي بيزق عياله. ها تعالى هنا كده، صلى على النبي. دول قص قطاطا اهم راقدين على ايه؟ راقدين على بيضه اهي، وهتبيض التانيه. وطبعا زي ما انتم عارفين القص دول اللي عيالهم تحت اللي احنا كنا بنزقهم اهم. قص قطاطا يا رب بس يكونوا باينين، قص قطاطا اهم يا رجاله يا رب يكونوا باينين بقى. وتحتيهم برضو عيالهم، دول تحتيهم عيالهم. انزل تحت كده بس سنه، قص حمر وزارهم
تحتيهم حصاهم. قص السكروتات اهم يا رجاله اهم، تحتهم زغاليل، دول تحتهم زغاليل. نقرب بس كده على الزغاليل اهي اهم اهم، عشان ما حدش بس يقول لي ايه انت بتصور حمام وخلاص. تعالى تعالى كده. شخاش لهم يا رجاله، راقدين على حصاهم برضه اهو، راقدين على اي حاجه، راقدين على بيض اهو، مفيش اي حاجه. ها، البهلوان اهو وراقب برضه على عياله، وعياله تحت زي ما انتم شفتوهم، وعياله التانيين في المصطبه. شخاش لهم راقدين برضه على ايه؟ على حصاهم. بولي السود هم اللي ابنهم تحت اهم، راقدين على حصاهم. الخضره هم تحتهم زغاليل اهم اهم. عشان الواحد بس ايده مش عارف يعملها يا جدعان اهو اهو اهو، لسه فاكك اهو الزغلول زي ما انتم شايفين اهو، لسه فاكينه اهو. هو كان تحتيه حصوه واحده، هي النتايه بيضت بيضه واحده. طيب شفنا البولي السود زي ما انتم شايفين، دول عنابر هم يا رجاله، ام وشاش بتوعنا تحتيهم حصاه. طيب طبعا زي ما انتم شايفين يا جدعان، الوش ده كله ما فيهوش حمام، وش البيبان ده كله ده كده اللي احنا كنا عارضينه للبيع فاحنا فضيناه. والحمام اللي سايب ده يا جدعان زي ما انتم شايفين كده، كل ذكر مترب على انتايته. وهات اللي في الارض اهو، كراكندي مع الكراكنديه، الاسترالي مع الاستراليه، الجريزلات مع بعضيهم. بصوا كده، حلبيات في بيبانهم، الحمر وزار والاكوال وزار في بابه، والجريزلات في بابهم، الاستراليات في بابهم، كل حاجه في بابها. يعني على وش شغل، على وش شغل. طيب تعالى كده، ادي كراكنديات اهم راقدين على حصاه اهو. وسع كده، ده شاب بقى لوحده، ده فرد حمام في باب، معهوش نتايه وما معهوش اي حاجه، فهيبيض ازاي اهو. كراكنديات الرؤية اهم تحتهم برضو حصاهم. ده شاب لوحده اهو، عشان برضو تبقى انت معاه في الصوره، ده شاب لوحده، وده برضو شاب لوحده اهو، ابو طرطوق. دول بقى قص، صورهم كده اهم يا رجاله، قص شقلباظيات برضو تحتيهم حصام. ده طبعا من الحمل اللي احنا كنا عارضينه للبيع. هات افتح كده اهو، قص الانجلايز هم يا جدعان تحتيهم حصاهم. ها، الرواحن هم تحتيهم حصاهم. الصلاة على النبي. خش هنا يا حاج اهو، ده ذكر لوحده، ده ذكر لوحده باب تحتيهم حصاهم. دول الذكر لسه مترب على النتايه زي ما انتم شايفين، تحتيهم حصاهم. الكمون التركيه والكموني، الذره قطيفه تحتيهم حصاهم. ده ذكر لوحده، ده ذكر لوحده. الكراكندي والعبسيه تحتهم حصاهم، ذكر لوحده. ده باب فاضي، باب فاضي عشان ايه الناس بس ما تتكلمش. ده ذكر لوحده. دول القص المرقعات اهم، ذكر زي ما انتم شايفين، ومطرح ما النتايه ما بتروح بيروح وراها اهو. بص انا هفرجك اهو اهو اهو. يلا يا حاج، يلا يا حاج اهو اهو، زي ما انت شايف كده حمام كله اهو، ورا انتايته على طول، ورا انتايته. يلا نكمل مع بعضينا. قص حلبياتهم تحتهم حصاهم، ده ذكر لوحده. دول القص البياض تحتهم حصاهم. تعالى يا باشا، قص الجريزات تحتهم حصاهم، ده ذكر لوحده، وده ذكر لوحده. والبيبان زي ما انتم شايفين كده، ده القص الكراكنديات مربين، مربين شديد كرة يا جدعان. ده قص اهو اهو زي ما انتم شايفين. وبصوا بقى يا رجاله، في حاجه كده احنا ما كناش واخدين بالنا منها اهي. الصلاه على النبي، عصوايه اتنقرت وباظت، دي كده يا جدعان بايظه، دي باظت ليه بقى؟ الطاجن ما فيهوش زبده ولا في فرش ولا اي حاجه، فالحمتين كسروا الحصى. ده بقى الاهمال يا رجاله اللي احنا بنقول عليه، ده اهمال. طيب برضو مع بعضنا، القص الاستراليات هم تحتهم حصاهم، باكستانيات، انجلايزه. انا بس والله علشان خاطر الناس اللي قالت صور، انا مش عايز اصور اهو. مفصصات، مفصصات برضو ايه، حمام بقى ايه، الدكوره، الدبانه اهو تحتيه برضو حصاه، والعنبريه. ها، كل الحمام يا جدعان اهو، استراليات اهم تحتهم حصاهم اهو اهو. العنبره
اهم تحتهم حصاهم، الباب اللي فوق الجريزلات تحتيه حصاه، السيلفر والرشائيه تحتهم حصاهم، الحماريات تحتهم حصاهم، الباكستانيات تحتهم حصاهم، اهم 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 اهم. هتزهق، هتقعد تلف معايا وهتزهق، هتزهق. الحلوس تحتهم حصاهم اهم، شخاشله تحتهم حصاهم، البنايده تحتهم حصاهم، كركنديات الري، ها ابو رقبه خضراء، ابو رقبه خضراء التاني، القطاطا التانيين اللي سايبين عندنا اهم تحتهم حصاهم، انجلايزه حمر، تحتهم حصاهم، الاستراليات تحتهم حصاهم، ذره قطيفه تحتهم حصاهم. تعالى الناحيه دي كده، عدي من المايك، عدي. باكستانيات تحتهم حصاهم، استراليات تحتهم عيالهم، كاري البني والباي تحتهم حصاهم، تحتهم حصاهم. لسه فاكين دول يا رجاله، اها شعلبازيات تحتهم حصاهم، استراليات تحتهم حصاهم، دول بقى الذكر لسه مترب على النتايه، المسوده والعنبري تحتهم حصاهم، فبالتالي يا رجاله، بالتالي اديك شفت كل بيبان الغيه، كل الحمام اللي عندي، ومفيش حاجه يعني انا مش مجهز لحاجه. اديك انت شفت بعينيه، اللي تحتيه حصاه تحتيه حصاه، اللي تحتيه زغاليل تحتيه زغاليل. تعالى الناحيه عشان الكاميرا، ابقى انا طالع، مش طالع اضلك، انا مش طالع ابيع لك منتج، انا طالع افرجك. انتيته الذكر ورا انتيته صار الحمام، بص المرقعه مع العنبري، بص الفندولي مع الزرقاء كشك، الفراوي والحمري، بص. انا ما بقولش الحمام ده كله، البيبان الكام باب اللي هم فاضيين، اللي هم ورايا المفتحين، ذكر مترب على انتيته عميان مش هيروح في حته، مترب على انتيته، الذكر مترب على النتايه. معنى كده ان الحمام ده خلاص برضو 3 4 ايام فيهم نت، يقسم بالله على الحصب رشد اللي هو خلاص يعني يومين 3 وباذن الله كده انت تقول انا غاوي، كده انت تقول انا عندي طريحه، انا هعرف اطلع طريحه، زغاليل. ما انت لما تفرخ 100 قص ب 200 زغلول، قول يا عم 50 هلكانين، من بين اللي هيموت حضين، من اللي هيتكسر الحصى، من بين اهمال، من بين ان انا فاهمني ما بطلعش الغايه فمش مركز مع الحمامتين شويه، فاهمني. انا بالتالي بقول لك مش كلام، تابعني وانت هتكسب. مش بعد كل ده ما تتابعنيش، لا تابعني، اديني لايك، اديني تعليق، شجعني. عندك مشكله خش قولها لي. اديك شايف بعينيك اكتر من 100 قص عدهم، كلهم تحتهم من بين زغاليل لبين حصى. انا بقى راجل ناجح، هعرف اطلع الزغلولين على ايدي، وهعرف اكلفهم، واعرف اراعيهم، ابقى خلاص. لكن اكتر من كده لا، اكتر من كده لا. الحمام مش مطلوب منه غير ان هو يبيض، وعايز رعايه بقى، ميه نظيفه، اكل نظيف، فاهمني. هيبتدي الحمامه تشتغل. واحلى مسا عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.